فتحيتي لكم أيها الحضور الكرام، وخير ما أحييكم به تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فمرحبا بكم في حفل نسيكة أخي زيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المجلس المبارك الذي نسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه موجبا لرحمته، وكما جمعنا في الدنيا نسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم أما بعد، فبدأ ببدء نشكر أخانا عبد الله على هذه الدعوة الطيبة المباركة بمناسبة المولود الجديد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في الموهوب له، ونسأله جل في علاه أن يرزقه بره وأن يشكر الواهب وأن يبلغ أشده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله قرة عين له ولوالدته وأن يجعله ذخرا لهما في الدنيا والآخرة. ثم إن شاء الله تعالى في جمعنا هذا سنتكلم عن شيء يسير مما تيسر عن موضوع مهم، وهو موضوع يعني يهمنا كلنا، موضوع الساعة، وهو موضوع الأسرة. لا شك أنكم تلاحظون هذه الأيام، هذه السنين، بل سنوات عديدة هجمات شرسة على الأسرة. علاش؟ يعني كاين هذه الهجمة كبيرة ويعني قوية جدا على الأسرة، ليس فقط الأسرة المسلمة ولكن الأسرة على وجه العموم، فهي حرب على الفطرة، ليست فقط حرب على الإسلام. فالأسرة أيها الأفاضل، الأسرة هي بناء المجتمع، فالمجتمع الذي تتكون منه الأمم، المجتمعات التي
تتكون منها الأمم تتكون منها الأسر. هل واحد الجدار، واحد البناء، واحد القصر، واحد الحصن عبارة عن لبنات يجورة يجورة يجورة، كل آجرة كل بناء عبارة عن أسرة من هذا المجتمع. فالمجتمع كله يتكون من لبنة، واللبنة هي الأسرة. فإذا سقطت لبنة غادي يولي واحد الثغر فذاك الحائط فذاك الحصن يدخله العدو. فإذا سقطت لبنة أخرى وهكذا لا يلبث حتى يسقط ذلك الجدار، ثم يتعرى ذلك الحصن فيدخل العدو فيهتك الستر ويفعل الأفاعيل. إذن فالأسرة هي بناء المجتمع من حيث العموم، والأسرة من حيث التفصيل تتكون من أفراد كذلك، من أب وأم وأبناء. والجامع لهذه الأسرة، الجامع الرئيس لهذه الأسرة هي الأم، هي المرأة الصالحة. فلذلك تجد سهام العدو متجهة نحو المرأة، نحو الأم. قيل يعني يقال واحد القولة مأثور عن نابليون بونابرت لما غزا مصر، يعني يقال عنه إن صح النقل، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، وإن صح النقل عنه لا بأس، مهم أن المعنى صحيح. قيل له: ما هي أمنع الحصون في الشرق الإسلامي؟ أمنع الحصون في الشرق الإسلامي. الحصن يخفى عليكم ذلك الحصن، الحائط المنيع الذي يتحصن فيه الناس داخل ذلك الحصن. قالوا له: ما هو أمنع أصلا أشد حصن في الشرق الإسلامي؟ يتكلم عن ذيك المنطقة اللي كان ذهب ليغزوها. فماذا قال هذا عدو الله هذا؟ قال: الأمهات الصالحات. ما قالش المرأة، ما قالش الأم عموما، قال الأمهات الصالحات. أمنع حصن الشرق الإسلامي الأمهات الصالحات. فإذا تضربت الأم الصالحة فغادي تضرب ذلك الحصن، فيسهل غزو ذلك الحصن ودخوله وسلب ما أمكن سلبه. فلذلك الهجمات الشرسة على هذه المرأة، على هذه الأسرة من أجل هدم المجتمع. ثم سنتكلم إن شاء الله تعالى على شنو السبب لأجل، يعني شنو المقصود ديالهم من أجل هدم هذا المجتمع. نرجع للمسألة ديال الأسرة وديال المرأة. فجاء ديننا الحنيف ليحافظ على الأسرة وليحافظ خصوصا على المرأة. فلذلك الله تبارك وتعالى جعل للمرأة حصونا هي في ذاتها، جعل لها حمايات كثيرة، ماشي وحدة، كثيرة جدا. علاش؟ لأن عارف الله الذي خلقها سبحانه وتعالى يعلم أنها يعني قد تسقط بسرعة، من باب يعني ليس من باب الترتيب، ولكن من باب يعني أذكرها هكذا مبعثرة. من حصون ومن الحمايات التي جعل الله تبارك وتعالى للمرأة وهي القوامة. جعل الله تبارك وتعالى قوامة الرجل للمرأة. هنا بين قوسين القوامة ماشي هي البنية. شحال واحد كيفهم القوامة هي العصا، لا ديري لا ما ديريش لا جلسي، هذا فهم خاطئ. ماذا بالإسلام إن كان ذلك الرجل لا يفهم هذا المعنى ويسيء تطبيقه؟ هذا لا ذنب للإسلام من هذه الجهة. فالقوامة جعل الله تبارك وتعالى للرجل، سواء كان أبا أو زوجا أو أخا أو ابنا. فلما تنتقل تلك المرأة من حضن والديها إلى بيت زوجها فتنتقل القوامة، أو إن توفي الأب إلى الأخ أو إلى العم أو إلى الابن، وهكذا ذلك. فجعل الله تبارك وتعالى القوامة للرجل حماية للمرأة. وما معناها؟ فهو ينفق عليها ويحميها ويوجهها ويعلمها، ليس فقط يعني المعنى الذي يعني يشيعه أعداء الدين، هذا ليس المعنى الصحيح. إذن هذا الحصن الأول للمرأة حتى يحميها الإسلام. ما غاديش تمشي تخرج تقلب على لقمة العيش، فجعل الرجل هو الذي يفعل هذا الأمر، كلفه بهذه المهمة حتى يعني تبقى في بيتها. كذلك الحصن الآخر الذي جعله للمرأة الستر، الحجاب، فأمرها بستر بدنها حتى لا تفتتن وتفتن غيرها. كذلك من الستر الذي جعل للمرأة أن تقر في البيت وأن تخرج إلا لحاجة أو ضرورة.
غاديش تخرج تدور في الزناقي تمشي هنا تمشي هنا، هذه حاجة أو ضرورة، لا بأس في النزهة، لا بأس في قضاء الحوائج، ولكن ذلك في حدود شرع الله تبارك وتعالى. ومن ضمن الأمور التي جعل الله تبارك وتعالى سترا لهذه المرأة عدم اللين في الكلام، وألا تتكلم مع الأجنبي في غير حاجة. مشيت عند البقال، مشيت عند الخضار كذا، شحال كذا، لا تلينوا بالقول، لا تخضعوا حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. هذه كلها حصون وحمايات جعلها الله سبحانه وتعالى حول المرأة، حماية لها، حفاظا ليس فقط لها بل للأسرة ثم للمجتمع على وجه العموم. إذن هذه المرأة أصلها رقيق، هي إنسان مخلوق لطيف رقيق ذو مشاعر ضعيفة من جهة، قوية من جهة أخرى. وحد الأمور لا يستطيع أن يفعلها الرجل تفعلها هي، ولكن عموما مقارنة مع الرجل فهي أرق، فهي أسهل لأن تقع في أمور لا يقع فيها الرجل. مثال ذلك، شكون اللي كيتبع الموضة؟ المرأة. من الذي يفتتن بالأفلام والمسلسلات؟ عموما المرأة. إذا سمعت خبرا من يتأثر؟ المرأة. فالمرأة بطبعها لطيف وبطبعها رقيق، فوجهوا السهام نحوها حتى يسقطوا تلك الأسرة وحتى يسقطوا ذلك المجتمع. والله جل وعلا أعطانا في القرآن الكريم مثلا لامرأة هي امرأة لها نفس الأوصاف، لها نفس المشاعر والأحاسيس، ولكنها سطرت موقفا تاريخيا خلد الله تبارك وتعالى ذكره في العالم، ورغم كل الفتن التي كانت تحيط بها، فجميع الظروف متاحة لها. عندنا عشر، أقل من عشر مما هو متاح لبنات المسلمين الآن، نساء المسلمين يفتتن بأقل من ذلك. وهي آسية مرأة فرعون، فهي في القصر مرأة الملك، ولها الحشم ولها الحاشية ولها الأموال ولها الخدم، ومع ذلك زهدت في ذلك كله وطلبت جوار ربها تبارك وتعالى، لم تفتتن بذلك. فالمرأة تستطيع أن تفعل ذلك، ولكن أعداء الله عز وجل أرادوا لها أن تفتن حتى يدخلوا الأسرة ويدخلوا المجتمع حتى يفتكون. كنت قد سمعت قولا للشيخ فريد الأنصاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يجيب عن سؤال أحد السائلين أو السائلات أذكر، يقول السؤال، هذا السؤال وأنا الشاهد عندي هو الذي سأذكره. السائل يقول: ما حكم زواج المرأة المسلمة من النصراني؟ فقال بطبيعة الحال هذا محرم، لا يجوز، وهي تقع في علاقة غير شرعية وإن عقد ذلك العقد. ولكن الشاهد كلام قاله كلام نفيس، أثر فيه جدا. قال لك: هذه المرأة بزواجها بذلك النصراني الكافر فهي تمكن رحمها من عدو لله يفرخ فيه أعداء الله عز وجل. إذن فهي تمكن رحمها باش كافر سيجعل فيه أعداء لله ممن يقولون أنا لله ولدا. علاش قلت هذا الكلام؟ إذن فلولا المرأة المسلمة لما اجتمعنا هنا. توارد، هذا التوارد، هذه النعمة، بها كثر الإسلام، بها انتشر الإسلام. نعم، ينتشر الإسلام بالعلم وينتشر بالجهاد، ولكن لولا التوارد، لولا تلك المرأة، لولا هذا الزواج، لولا هذه الأسرة لما صرنا، لما اجتمعنا، لما اتسعت رقعة الإسلام. إذن فأعداء الله عز وجل يصوبون سهامهم تجاه هذه المرأة، ليس فقط المسلمة بل على وجه العالم، فهم أعداء الفطرة. علاش هادشي كامل؟ نتساءل شنو زعما واش كنزيدوا فيه شويه ولا كذا؟ فالذين وراء هذا بطبيعة الحال هم جنود إبليس، هم من يعملون تحت رايته ومن يعملون تحت هم من خيله ومن رجله. هؤلاء يقودون، من يقود هذه الشركات الكبيرة، أصحاب الرأسمالية، أصحاب الأموال الضخمة،
هدفهم هو التوسع المالي، وهدفهم هو السيطرة على العالم. هدفهم هو هذا، يعني كثرة الأموال، كثرة السلطة، كثرة السيطرة. وعلموا أن الأسرة سد منيع أمام مخططاتهم، فبدأوا بدأوا من عندهم هما، فسقطت يعني الأسرة الغربية منذ القديم. انت هما اللي كيتبع شويه التاريخ واللي كيقرا شويه واللي كيشوف الصور، راه الاسر ديالهم ما كانتش كيف ما هكا. المراه وان لم تضع حجابا فكانت تغطي راسها، وكانت تلبس لباسا من شحمه الاذن الى اصابع رجليها، وذلك كان فضفاضا، وكانوا محافظين على دينهم وان كان مزيفا. يعني هذه الامور كانت عندهم، فالاستهلاك كان قليلا وضعيفا، فارادوا ان يكثروا الاستهلاك، وارادوا ان تدور حركه الاقتصاد الكثير الجنوني، فضربوا الأسرة عندهم، ثم انتقلوا عند المسلمين. مع ذلك وجدوا الإسلام سدا منيعا، ماشي بحالهم دغيا سقط عندهم الأسرة، دغيا طاحت عندهم هما، فوجدوا الأسرة المسلمة سدا منيعا واقفا أمام مخططاتهم الاستهلاكية والاستعمارية والتوسعية. فحاولوا ما أمكن، ولا يخفى عليكم هذه المخاطر التي هم يعني يستعملونها تجاه هذه المرأة. أذكر يعني بسرعة جدا، فاستعملوا المسلسلات، استعملوا الأفلام، استعملوا هذه ما يسمى بالموضة، هذه القدوات المزيفة، وسقط كثير من بنات المسلمين، ولكن ولله تبارك وتعالى الحمد ما زال الخير في الأمة. فلم يكفيهم هذا، فتصدى لهم علماء المسلمين ووعاظهم وخطباؤهم والصالحون منهم، وذكروا الناس، وبدأت صحوة إسلامية خلال هذه العقود الأخيرة، وبدأ الناس يرجعون إلى دينهم، فتفطروا لهذا وأرادوا شيئا آخر، فاستعملوا وسائل أخرى ومناهج أخرى، ومن ضمنها ما يسمى هذه بالحركات النسوية تحت ظل حقوق المرأة وحقوق الطفل. فخططوا خططا أخرى، المرأة خاصة الحرية ديالها، ما لها شنو خاصها دير، خاصها تمشي تخدم، يجب أن تحقق ذاتها. أنا ما كنتكلموش على أن لا يجوز أن تعمل المرأة، هناك ضوابط، هناك شروط، ماشي الوقت للكلام ديالها، ولكن عموما إن خرجت هذه المرأة للعمل دون حاجة فقط من باب الترف، فالأسرة ستتوسع، الأبناء شكون غادي يشد الأبناء، البيت شكون غادي يقابلوا، الزوج شكون غادي يقابلوا. فهنا ماذا يقع؟ يقع هناك واحد الزيادة في الاستهلاك، فيولي الوليدات المغازين في الدار، الاب خارج يقلب، الدراري ما كاينش هنا، فالمراه خاصها السياره ديالها، خاصها تخرج، خاصها ديك الفلوس ديال بحال خاصها فين تصرفهم. فهناك عجلت هذه الاستهلاك، ولكن ما كانش الاستهلاك المحمود، الاستهلاك المذموم الجنوني. الانسان كيولي يشري هو ما عارفش شنو باغي يشري، ولكنه يستهلك. ثم هذه الحاله هذه قد لا تدوم، فقد يقع الطلاق، واذا وقع الطلاق وقع يعني المقصود. إبليس اللعين كما لا يخفى عليكم في الحديث، إذا جمع جنوده فيقول أنت ما درتي والو، أنت لا تصلح، ولكن يقرب ذلك الذي يقول أنه فرق بين المرء وزوجه. إذن هذا هو أعز عنده من غيره. علاش؟ فإذا تفرقت الأسرة كل واحد فين غادي يصد. هذه يعني والعياذ بالله قد تذهب إلى المحرم، والرجل كذلك. الأبناء غادي يمشيو عند العائلة، ربما تربيهم شي وحدة غير صالحة أو دار الرعاية لغير ذلك، فتتسع رقعة الفساد، وكل من يعني كل واحد غادي يولي عنده واحد الاستهلاك في جانبه، فهذا هو المقصود عندهم. فلذلك جعل الله تبارك وتعالى الأسرة سدا منيعا، هو آخر معاقل الآن، يعني فين يتحمى به الإنسان، يحتمي بتلك الأسرة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني فنحن معاشر الأولياء أمرنا الله جل وعلا بأمر فهو يفيد الوجوب. قوا أنفسكم، نبدأ الأنفس ديالنا، فلا يمكننا أن نحمي أسرنا بتعليمهم وتأديبهم وتوجيههم إن لم نكن نحن على علم وعلى دراية وعلى فقه. خاصنا أول حاجة نحن نتعلم. اللي فايت ركب في الطائرة سواء عمره ولا غير ذلك، فهؤلاء الذين يعني كيعطيو واحد الإشارات ديال السلامة، أول حاجة يقول لكم يطيح داك القناع، داك الماسك اللي كيطيح، شي هو اللي دير انت الأول، عاد دير اللي حداك. علاش؟ إلا ما درتيش الأكسجين ما يكونش عندك هذيك التركيز، الدماغ غادي ينقص ليه الأكسجين،
ما يكونش عنده داك التركيز باش يدير هذاك اللي حداه، سخف ولا اخر وسخف. اذا قوا انفسكم. الواجب علينا معاشر الصالحين ان نتعلم امور ديننا، ان نتفقه في ديننا حتى نفقه ونعلم اسرنا اهلنا وذرياتنا. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا بتعليمهم وتأديبهم. فالواجب علينا، ونختم حتى لا نطيل إن شاء الله تعالى، فالواجب علينا أن نحمي أسرنا، أن نحمي أهالينا، أن نحمي ذرياتنا. فأعداؤنا قد تكالبوا علينا. قد تدخل المناهج الدراسية ديال الوليدات قد لقات تما كاين السم، ما نقولوش مع العسل، لا، واضح تماما. غتلقى تما مخططات واضحة. كنت يعني تقريبا في كل بداية سنة كنحاول نشوف المقررات ديال الوليدات، رأيت صورة يعني كيتكلموا على الأسرة كيف انتقلت من زمن إلى زمن. فوراو واحد الصورة بالبيض كحل ديال الأسرة المغربية، دايره المرأة دايره الحيك كيبان فيها العين. عطاو واحد التاريخ أذكر كذا 1900 وكذا. ثم الصورة الثانية لمرأة بالجلباب المغربي، يعني جلباب محترم في شروط الحجاب الشرعي والزوج ديالها والأسرة. ثم الصورة الحديثة ديال 2000 وكذا فيها مرأة متبرجة بجميع أوصاف التبرج. ثم قالوا علقوا عليها بها بالحضارة والحداثة ويعني والازدهار لغير ذلك. فالطفل لما سيرى هذا قد يقول هذا تخلف وهذه حداثة وهذه حضارة. إذا لماذا قلت هذا المثال هذا؟ حتى نعرفوا فين غاديين، نعرفوا هاد الناس شنو باغيين منا. لو إن لم نخطط لأبنائنا سيخططون، هم يخططون لهم. إن لم نخطط لأزواجنا ولأنفسنا فهم يخططون لنا. هذا العبد الضعيف اللي كيتكلم راه أولا خاصو يعني يذكر نفسه ويذكر غيره. إذا معاشر الصالحين، أذكر نفسي وإياكم بأن نتعلم نحن أمور ديننا أولا، ثم أن ننقل هذا لأهلنا وذريتنا. وأهم شيء علينا أن نستمسك به وأن لا نتركه وأن نجعله يعني نعمر به بيوتنا ليل نهار، هو كتاب الله عز وجل. من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى. كتاب الله تبارك وتعالى هو ذلك المرشد وذلك النور الذي يهدينا في ظلمات هذه الدنيا. كتاب الله تبارك وتعالى علينا أن نقرأه، أن نفهمه، أن نتدبره، أن ندعو إليه، أن نحفظه، أن يعلمه أبناءنا. فإن علمناهم القرآن فقد علمناهم كل شيء. القرآن هم لا يحفظون القرآن أطفال لحنا، فالقرآن الذي يحفظنا حتى ندخل في ذكر الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى احنا ندخل تحت تلك الحماية حتى يحفظ الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل في علاه أن يتقبل هذه الكلمة وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أسرنا وبنات المسلمين وأبناء المسلمين من كيد الكائدين وأعداء الدين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك. اللهم أبد علينا كيد الكائدين وحسد الحاسدين وشر أعداء الدين. اللهم مكن لدينك، اللهم مكن لدينك، اللهم انصر أولياءك، اللهم كبت أعداءك. ثم إن شاء الله تعالى ربما تأتي دعوة أخرى ويعني دعاء في ختام هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن له أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا
وأعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتحيتي لكم أيها الحضور الكرام، وخير ما أحييكم به تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فمرحبا بكم في حفل نسيكة أخي زيد. أيها الحضور الكرام، لا يخفى عليكم أن الله أنعم علينا نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى، وكما قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن بين هذه النعم الكثيرة نعمة الأولاد والذرية، وهي سنة الأنبياء والمرسلين، وكما قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية
الأنبياء والرسل كان لهم أبناء وحفظة، فمنهم من ورث النبوءة من أبيه، وهذا مصداق لقوله تعالى الذي جاء على لسان زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ومنهم من خالف أباه في الطريق واختار الغرق والهلاك، وهذا ما أخبر به سبحانه. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فعندما يبشر الإنسان بمولود جديد يغمره الفرح والسرور، وكيف لا وقد وهبه الباري جل وعلا بابا جديدا من أبواب الإحسان، حسنات تغمر صحيفته كلما رعى وأطعم وسقى وربى. وأول ما يسن له المسلم كثرة حمد الله على هذا الفضل العظيم، ورفع الآذان بجانب أذن المولود حتى يسمع كلمة التوحيد التي يبدأ بها المرء حياته ويختمها بها. فقد جاء في الحديث المتفق عليه: كل مولود يولد على فطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه مسؤولية الآباء اتجاه الأبناء، أن يبعد الأولاد عن الانحراف العقدي والفكري والسلوكي، وعن التطرف وعن الإفراط والتفريط، وإبعادهم عن كل ما يتعارض مع الدين والعقل والنقل والعرف الاجتماعي القويم. ويجب أن يرشد الأولاد إلى الوسطية والاعتدال. إن الولد الصالح لمن خير ما يدخره المرء لنفسه بعد وفاته، فأولاد الرجل من كسبه، وعملهم الصالح من عمله إن كان بسببه، ودعاءهم الصالح زاد له في قبره. من أهم الأمور وأعظمها تطيب مأكلهم ومشربهم والدعاء لهم. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذه هي السعادة الحقيقية لما يكبر الأبناء وهم على صلاح في أحوالهم، يحملون مشغل الآباء ويسيرون على نهجهم، فتقر أعين آبائهم وينسون كل الجهد الذي بذلوه ويزيد فرحهم. قال تعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم لعملهم من شيء. فاللهم أصلح أبناءنا وأنبتهم نباتا حسنا. اللهم أصلح أبناء المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا ذا عوى الحاقدين من الذئاب،
الجنة المأوى ويا حسن المآب. والآن إن شاء الله تعالى مع هدية للأم إن شاء الله تعالى لحفصة الصاب. ها؟ إمتى جيتي؟ أماه يا عيوني يا أجمل اللحون، هنايا وأماني في حضنك الحنون، يا منتهى شعوري يا أجمل الزهور، تعبت دوما حتى أعيش في سروري، أمي فداك روحي يا منتهى طموحي، أنت الأمان حقا وبلسم الجروح، حبيبة الخفاق وحلوة العناق، يزول كل حب وحب أم باقي، خذيتني حنانا ملأتني إحسانا، أعطيتني بحب وكنت للأمانة، يا منتهى حياتي ورحمة لذاتي، كم مرة أخذتني لزورق النجاة، يا أجزل العطايا وأجمل الهدايا، أدامك الرحمن لأعيني منايا. الآن إن شاء الله تعالى مع منظومة في العقيدة يا سائل المذهبي. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها توسل، ولكلهم قدر على وفضائل، إنما الصديق منهم أفضل، وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عودتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنال، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلى الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموحد، وإن ابتدعت فما عليك معول. مبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الله خيرا، بارك الله فيك، جعل الله في ميزان حسناتك. والآن إن شاء الله تعالى نصور شمشي معاهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. الله خيرا، بارك الله فيك ورفع الله قدرك. إن شاء الله تعالى نختموا بواحد القراءة ثم الدعاء. قراءة القارئ شكون؟ شوف ديما كيقرا كيتلفنا شكون؟ يحيى القصاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ما شاء الله، اللهم بارك. رفع الله قدرك ورفع قدر والديك. إن شاء الله تعالى مع القارئ عادل شوقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أغتنم الفرصة وأحيي هذا الحضور الكريم بهذه المناسبة الطيبة. بارك لأخينا في هذا الموضوع الجديد
وجعله الله حلة لهذه الأسرة بالبركة واليسر واليمن، وجعلها على الأمة بالخير كله. حيا الله الحضور الكريم. أعتذر إليكم، لست بقارئ، وإنما الحمد لله سأقرأ شيء من القرآن العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله عليك. والآن إن شاء الله تعالى كلمة ختامية للأستاذ الشيخ الفقيه ديال جمعية الرحمة والأستاذ ديال يحيى ومجموعة ديال الأبناء، فليتقدم مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لأخينا عبد الله مباركة طيبة على هذا المولود وهذا الموهوب الذي وهبه الباري جل وعلا. بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. فالأسف السي مهدي أستاذ جزاه الله خيرا تكلم على موضوع يهم هذا الجمع وهو موضوع الأسرة. كذلك الابن البار يحيى تكلم على تربية الأبناء وما إلى ذلك. فهذا موضوع مهم جدا. كما قال لك واحد الفقيه قال لك ودي إلا تلاقيتي مع واحد الإنسان زاد عنده واحد المولود شنو تقول لي؟ قول لي بارك الله لك في الموهوب وقول لي على الإسلام شمولة الدار لأنها دازت من الموت. يعني إحنا علاش خصنا نركزوا على الأم؟ لأن الأم هي اللي كتضحي باش تكون هذه الذرية طيبة، يعني غادة متواصلة. فالإنسان لابد أن يعتني بهذه المرأة لأنها أساس المجتمع، فهي الأم
التي تربي لنا الأجيال، وهي الأخت وهي البنت كذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح أزواجنا وبنات المسلمين. ختاما يعني نرفع أكف الضراع ونسأل الله جل وعلا في هذا المقام: اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أخذنا عبد الله اللي عرض علينا في المناسبة هذه، اللهم بارك له في زوجه، اللهم بارك له في زوجه، وبارك له في أبنائه، اللهم بارك له في أمه، اللهم بارك له في والدته وفي إخوانه وأخواته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بيته مباركا، اللهم اجعل بيته مباركا، اللهم بارك له في بيته، اللهم ابعد عنه عين العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وكيد الشياطين، ونحن معه بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. في هذه الساعة وقلوبكم خاشعة متجهة إلى الله جل وعلا، فجدير بنا أن ندعو مع إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اطعم جوعاهم، اللهم اطعم جوعاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم اشف مرضاهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في بقاع الأرض كلها، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في جميع بقاع الأرض يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. جزا الله خيرا المشايخ الأساتذة على تلبية الدعوة، فجزاهم الله خيرا وجعلوا ما قدموه في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك أتوجه بالشكر للضيوف الكرام، فنسأل الله تعالى أن يجعل خطواتهم إن شاء الله تعالى في موازين حسناتهم، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله تعالى قوموا منصرفين. مرحبا.